القرآن الكريم من القاهرة. رمضان أهلا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الابواب، ورمضان يعني سحور، سحور يعني الفول، ومفيش احلى من الفول في السحور. هو اللي يسد معاكي وجبة متكاملة يملى بيتك كله خير. بما اني ماكلتش فول اطعم من فول حماتي بجد، شكل وطعم وريحة ولون، فتعالوا مع بعض ننزل لها ونشوف هي عملت لنا الفول اللي زي العسل ده ازاي. خبرة 30 سنة بجد. استفادوا من الفيديو ده على قد ما تقدروا واسمعوه كله، لان فيه معلومات قيمة جدا هتخليكي محترفة في عمايل الفول، هيخليه احسن من المحلات 100 مرة وهتبطلي تشتريه. انا هنا جبت فول بلدي ونقعته 24 ساعة بالظبط، تمام، ونزلت لها. تعالوا بقى مع بعض نشوف الحاجة عملت فيه ايه ومجهزته ازاي ووصلته للمرحلة اللي احنا شفناها في اول الفيديو دي. يلا بينا. غسلناه ونقعناه وغيرنا الماء. احنا المفروض ان احنا بننقعه 24 ساعة، يعني يوم كامل، تمام، عشان الحباية معاكي تبقى طرية وجميلة، تمام. يبقى زي الفول بتاع المستورد، الحباية سليمة والقشرة بتاعتها دايبة، تمام يا ماما. بعد ما غسلناه 3-4 مرات، يعني كل ما اخش المطبخ كده اروح جايه مغيره له الميه وخلاص بقى اهو. هحطه بقى على النار. اعمل ايه؟ اروح جايه احطه في صينيه زي كده وابدا افرزه. افرزه كده زي ما كنا بننقي ايه كمون زمان ومش عارفه ايه. لقيت مثلا حبايه ايه ميته، حبايه مسوسه، حبايه كده لونها مغير زي دون كده، دي ما بتبقاش حلوه في التسويه. دي بقى بعد التسويه يا حاجه بتبقى مش مظبوطه، بتبقى ناشفه، فلازم نتخلص منها. مش حلوه، يعني باللغه بتاعتنا ايه اسمها حبايه مريضه، تمام. اهي اللي زي دي مثلا بردك كده اهي، دي بتتشال بردك. حبايه ناشفه اهي، دي واحده زي دي هو منقوع يوم كامل. عملت ايه اهي زي ما هي، ما كبرتش. دي حتى لما تستوي بتبقى ناشفه، حبيتها ناشفه بردك، تمام. دي زي دي بردك اهي، تمام. واحنا لما نيجي نجيب الفول من عند العطار بنجيب الفول اللي هو البلدي، الحبايه البيضه، ايوه، عشان دون بتبقى الفول بتاع التسويه بتاعته بتبقى جميله، يعني هو ده الفول المظبوط. واحده زي دي كده بردك، دي بتتشال. خلاص على كده نبتدي بقى نجهز الحاجه بتاعتنا عشان نحط الفول على ايه، على النار. تمام. 6. وكان في بقى ايه كوبايه اصلا من الاول في القدر عشان الشفشه ما خدش الايه، ما خدش كل الكميه كلها، يعني كده 6 كوبايات من بتاعه الشاي العاديه، عليه 7 كوبايات، 7 مجات، عليهم كوبايه وربع من الفول المنقوع. الميه دي بقى بنحطها الاول تغلي الاول، تمام. بنحطها تغلي الاول ليه؟ عشان بتعمل طبقه عازله ما بين الفول وما بين النار، تمام. عمر الفول ما يلزق في القدره من تحت، تمام. لما الميه بتغلي تمام يا حاجه، عشان بتعمل ايه طبقه عازله ما بين الفول والقدر عشان ما يلزقش فيه. اهم حاجه ان الميه تغلي الاول في القدر، تمام. انت بقى جهزتي بقى الحاجات الحلوه معانا دي الاضافات اللي احنا بنحطها على الفول. قولي لنا اول حاجه بنحطها على الميه، بنحط الليمون، تمام. ليه؟ عشان لما نيجي نحط الفول الفول ما يسودش معانا، تمام، تبقى حبايته بيضه وجميله برضه. وبعد كده بننزل بالفول بعد الليمون على طول. بعد الليمون بننزل بالفول، نحط الفول، بنحط الفول وبننزل بقى ايه بالبصل والطماطم. والجزر ده بيبقى اخر حاجه لما القدره تغلي، تمام، تغلي شويه قد 5 دقايق كده، وبعدين بنحطه على الوش وما نقلبش بقى القدره، تمام، علشان الجزر ما ينزلش في القاع بردك، عشان الجزر لو نزل في القاع بيشيط. احنا هو مش هيشيط ان شاء الله، لان القدره ما شاء الله ألمونيا تقيله، تمام. ومن عوامل نجاح الفول بردك ان انت القدره اللي استانلس بيقولوا عليها حلوه. القدره لا، انا انصح اي حد عايز يشتري القدره الألمونيا مفيش احسن منها في تسويه الفول بالزيت، تمام، صراحه. يبقى الألمونيا لا يعلى عليه. احنا مزودين الميه ليه في القدره؟ علشان احنا هنحط الفول ومش هنفتح عليه لمده 4 ساعات، لان الفول منقوع، تمام، 24 ساعه، تمام. وكميه الميه اللي احنا حاطينها كميه بسم الله ما شاء الله مناسبه، يعني مش هتخلينا نحتاج ان احنا نزود الفول، تمام. فولك يا حاجه من النوع اللي بيستوي ببطء مده طويله. هو الفول اصلا معروف ان هو يعني الفول بيتعب القولون، تمام، من البقوليات، تمام. فاحنا بنخليه بيستوي براحته على البوتاجاز على نار هاديه جدا، فبياخد من 8 ساعات ل10 ساعات، تمام. فاحنا علشان نضمن عمليه التسويه بتاعته جيده، تمام. انت لسه مبتدئه او بتعمليه هتسويه بالنهار، تمام، علشان طول ما انت صاحيه.
يعني مثلا ايه الظهر كده. تمام. وانتي صاحيه بقى بتجهزي فطارك، حاجه هتحطيه على العين من ورا وتنسيه. تمام. على نار هاديه خالص ننساه وايه ونسيبه براحته خالص. التسويه البطيئه بتخلي الفول ما يتعبش القولون والحبايه بتاعته تبقى مستويه وجميله جدا زي الزبده زي ما بيقولوا. زي فول المستوقد بتاع زمان. تمام. اللي كانوا بيكمروه في الارض. ايوه اللي كان اسمه ايه فول المقموره. ايوه ده بقى ما يغركيش بقى ان انت 8 ساعات 10 ساعات، لا كل دون هو ده حلو ليك انت لصحتك وفي مصلحه برضك ايه عيالك الصغيرين. حتى لو انت عندك طفل صغير بيبي بتمسكي حبايه الفول تشيليها بس كده، تشيلي القشره بتاعتها وتهرسيه وتحطي له شويه ماء وتاكليه منها. جميل. جميل. بس كده. وكمان يا حاجه الفول اللي هو بيتعمل في المستودعات ده كان بيبقى صحي اكتر من الفول اللي هو بيتعمل دلوقتي. طبعا اكيد. والفول اكله صحيه وكمان رخيصه متوفره في كل مكان وفي كل بيت وتعتبر وجبه متكامله. لو عملناها كلها تبقى كانك مارسي بيت الخير. هي مش حجه رخيصه، لان الفول دلوقتي برضك بقى غالي، بس يعتبر ارخص الموجودين. ارخص البدائل طبعاً. لان الفول يعتبر فيه بروتين عالي. انت لما تروحي تجيبي من المطعم يعني الفول يعني ربنا يحلي لكل واحد زاده. ايوه. بصراحه يعني انا يعني استحاله تاكلي من المطعم ابدا. لا لان انا بعمل الفول ده والله يا خلود بقالي من عمر بطه دخلت على 30 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا حاجه. يا رب وتعمل لنا على طول الفول. بصراحه ما بناكلش احسن منه عندها، يعني عندها كده الفول ده هي الحاجه رقم 1 فيه. هو الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى. ثم الواحده صاحبتي كانت اكبر مني. ايوه. وكانت صراحه انا اتعلمت منها حاجات كتير. ربنا يديها الصحه. وهي اللي علمتني ان انا ادمس الفول في البيت ما اشتروش من بره. والله احسن حاجه الصحبه اللي احنا ناخد منها المعلومات المفيده والحاجات المفيده اللي نعملها وتنفعنا كلنا. وانا من زمان وانا صغيره كنت احب اصاحب على اللي اكبر مني في السن. ايوه. بستفيد منه بصراحه. اكيد. وبيديني المعلومه الصح ومش هيضلني. مش أكيد. يعني كده يعني بصي كان في حب كده ما بيني وما بينها، حب في الله. انا بحس تملي ان هي امي الحاجه ام ايمن ربنا يديها الصحه يا رب. بصراحه ما شاء الله عليها. هي موسوعه. والله ربنا يبارك لها يا رب. امين يا رب. كده بقى نرجع بقى للفول بتاعنا. حطينا الليمون وبعدين هنحط الفول وبعد كده هننزل بالبصل وبعدين بالطماطم. طبعا الطماطم دي حاجه عشان تدينا اللون الاحمر بتاع الفول بتاعك الخطير دي وطعم كمان. بتدي طعم. وكمان هننزل كمان بالجزر. الحاجه ما بتحطش توابل في الفول، يعني لا بتحط بابريكا ولا بتحط كركم ولا بتحط الحاجات دي. بتعتمد على الحاجات الطبيعيه علشان خاطر تدي لون مظبوط. هنعمل بقى بعد كده يا حاجه ايه معانا الكوبايه. بيجي معانا مثلا ايه فنجان يعني القهوه ده. فنجان القهوه ده بنحط فيه مثلا ايه ربع معلقه بيكنج باودر. تمام. اللي احنا بنحطه ايه على الكيكه. تمام. وحاجه برضك سمعتها اخيره، انا كنت الصراحه مش بحطها بس سمعتها برضك من واحده حياتي بتقول لي انا بحط ايه برضك ايه نص يعني ايه زي حبه البيكنج باودر كده سكر عشان يدي حلاوه كده ويدي له كل دون بيخلي الحبايه من جوه مستويه. بصي يعني هي الفوله تحس ان هي سليمه قدامك بس هي من جوه مهريه ما شاء الله وجميله. ايوه كده خلاص مكوناتنا جاهزه. والفول بتاعنا الميه على النار على القدره هنستناها تغلي عشان نسقط الحاجه فيها. ننزل بالليمون علشان خاطر ايه الفول هننزل بعدها. طبعا الميه عامله فقاعات كده عشان هي بتغلي بحراره عاليه، بتغلي جامد يعني على نار عاليه صغيره. لما حسيتي ان القدره صغيره قلتي لا تنقليها في حاجه اوسع. اللي هي اهيت الميه بصوا بتغلي طبعا لسه بتغلي والنار عاليه عليها. ونزلنا بالليمون اول حاجه وبعدين بالفول. وطبعا لازم يبقى فيه مساحه عندك في القدره والقدره تكون واسعه كده على الحاجه علشان خاطر ايه تاخد راحتها في السوا. الميه ما تخافيش كله تحت السيطره. الحاجات اللي احنا جهزناها هي تمام. طب وفين الجزر يا حاج؟ لا الجزر مش هيتحط دلوقتي. الجزر هيتحط لما القدره تغلي كده لمده ايه 10 دقايق ربع ساعه على نار هاديه. تمام. بنحط الجزر على الوش وما بنقلبش الفول. نسيبه بقى مع نفسه كده. تمام. وما نجيش جنبه. تمام ماشي. يعني الفول مش بيتقلب خالص. ولو قلبتيه ما تقلبوش بمعلقه ستانلس ولا الكلام ده. لا معلقه ايه؟ معلقه خشب. تمام. مع حبايه الفول لما بتكوني بتعملي الحاجه اللي هي البقوليات دي بتبقى كويسه مع يعني هي تمام. الحاجه الله يبارك لها وادها الصحه هي اديتك المعلومه كده. فانا بعمل زي ما هي ما قالت لي. تمام. دي النار اللي هنسوي عليها الفول ولا هنقلل اكتر من كده؟ لا هي بصي. طب ثواني بقى هننزل بقى بالبيكنج باودر. بصي عمل ازاي فوران هو والسكر. ثواني بس كده اهي خلاص. استني بقى اصبر. لسه مش هننزل بالجزر دلوقتي اما الفوران ده يهدى شويه
هننزل بالجزر دول كده قيمة جزرايه كبيره او جزرتين صغيرين. كل الاضافات اللي احنا بنضيفها دي بتدي طعم جميل للفول وقيمه غذائيه ولون حلو جدا. عمر الفول بتاعك ما يسود. ايوه طبعا. وانت قلت لنا فايده الليمون ان هو ما بيسودش خالص، بيخلي الفول بتاعنا لونه كهرمان كده. وفيتامين كمان اللي عارفه. صح كده بقى. خلاص هنضيف اي اضافات دلوقتي خالص ولا هنسيب الفول كده على النار الهاديه بتاعتنا دي لمده قد ايه؟ لمده اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا النار هو مده تسويه الفول ما بتقلش عن 8 ساعات، بس احنا ما شاء الله حاطين الميه بزياده، فمش هنبدا ان احنا نفتح الغطا ده ونبص عليه غير بعد 4 ساعات، لان انا حاطه الميه بتاعته بزياده. صح. من عوامل برضو يا حاجه ان الفول بيسود ان احنا بنعرضه للهواء كتير. بصي ثواني كده بس ان انت بتفتحي بعد 4 ساعات وتروحي جايه مقلبه بالمعلقه بتاعتك عشان تشوفي لو شرب الميه بتاعتك ومحتاجه تزودي. طبعا لازم انت تزودي ميه تكون مغليه، ما ينفعش تكون ميه عاديه. لازم نغلي الميه معانا. اجهز جنبي كسرونه تكون فيها ميه سخنه او بتغلي واقوم على طول مزوده بيها الفول. بس هي الكميه اللي احنا حطيناها دي بكميه الميه مش هنحتاج تزويد. تمام ان شاء الله. يلف وما يبقاش صايص ويبقى قوامه كده مظبوط وجميل. ان احنا بنزوده ايه؟ شويه عدس اصفر وشويه فول مدشوش. تمام. نسيتي مثلا وما عندكش اهو بنحط مثلا يعني الفنجان اللي هو ايه الكوبايه الصغيره بتاعت القهوه دي بنملاها عدس كده اهي، ونروح جايين بردك جايها بردك حبه ايه من الفول المدشوش. ده بقى يا حاجه فايدتهم ايه بقى؟ الاثنين هيتنقعوا مع بعض نفس وقت النقع، يتغسلوا حلو بقى ويتنقعوا. فايده العدس مع الفول المدشوش ده الفول بيدي قوام متماسك للفول، ما يبقاش الفول بتاعك صايص. اصل في ناس دلوقتي بتحط لك نشا، تحط لك دقيق، تحط لك الكلام ده كله. لا هو انا الوصفه اللي انا اتعلمتها من 30 سنه تمام هي دي اللي انا ماشيه عليها ما بغيرهاش. تمام. وساعات انسى مثلا ايه يا نهار ابيض ده انا ما نسيت اجيب العدس نسيت اجيب الفول، بعمل ايه بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها نفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها مقدار العدس اللي هي بتاع الاستكانه بتاعت الشاي الصغنونه دي كوبايه القهوه نفس المقدار ده انا نسيت ده ومغفي يعني سيها عليا ما عنديش عدس ولا فول مدشوش. اعمل ايه؟ تمام. بروح جايه ماليه الكوبايه دي رز، دي نفس الكوبايه اللي احنا ملينا بيها رز وبغسله وبنقعه. تمام. بفضل انا طبعا حاطه ايه الفول هو بيستوي، بروح جايه حاطه الحاجه بتاعتي دي وحطها قريبه بردك ايه على البوتاجاز بردك من جنبه، ويبقى ميه ايه طول ما في حراره على القدره بتبقى الحراره بتاعت الحاجه اللي انت نقعها دي بتبقى ما شاء الله ميتها دافيه. والحراره بتاعت الفول بتتنقل لفين؟ للطبق اللي انت حطاه. تمام. يعني يبقى جنبه حاجه دافيه برده. تمام. علشان نراعي ان ايه تبقى نفس الحراره هنا هي نفس الحراره ايه بتاعت القدره. يعني الاثنين سخنين زي بعض. بس انا ما بنزلش بقى بالعدس والفول ده الا بعد 6 ساعات. تمام. يعني نظبط 6 ساعات وبعد كده نقوم حاطينهم الاثنين. اشوف القدره عامله اخبارها ايه، بسم الله ما شاء الله مش محتاجه تتزود. تمام. بروح جايه ساقطه الحاجه دي وما اقلبهاش بردك، ما اقلبش عشان الحاجه دي ما تنزلش في القاع. تمام. دي تفضل كده على لمده ساعه. تمام. بعد الساعه بعد الساعه بفتح وبقلب. تمام. يعني احنا نقلب بعد ساعه، ما نقلبش اول ما نحطهم. بعد ساعه ما نقلبش زي ما احنا حطينا الجزر دلوقتي. تمام. بعد ساعه نبدا نقلب، يبقى كده فاضل لنا على الفول ساعه كمان، كده بقى لنا 8 ساعات. تمام. اروح جايه بقى ايه مقلبه بقى واشوف بقى القوام بتاعي عامل ايه. تمام. محتاجه ميه، هو كده مظبوط، هو كده حلو. يعني نفيد حبايبنا على قد ما نقدر. هي الافاده بقى اللي احنا قلناها ان انا بحط على الربع كيلو فول، بس طبعا ده ما كانش ربع كيلو فول بتاعك، ده كان اكتر. ممكن نقول حطيت لتر ونص ميه. تمام. في قدره كبيره. تمام. لما احنا نقلنا بقى من القدره بتاعتك للقدره بتاعتك، من القدره الصغيره للقدره الكبيره. عشان حاجه تبقى واخده وراها. تمام. تمام يا حاجه. كده هننقع دول ونحطهم يعني على العين اللي قدام النار مثلا، نخليهم قدامها كده منقوعين ورا العين اللي وراها. وبعد 6 ساعات بالظبط هنبتدي ان احنا نفتح على الفول ونشوفه لو محتاج ميه او لا، وبعد كده نقوم مزودين وما نقلبش خالص غير بعد ساعه من حط الفول المدشوش والعدس بس. وطبعا الناس اللي مش متوفره عندهم الحاجات ديت ممكن يحطوا كوبايه رز. الرز موجود في كل بيت. تمام. ماشي يا حاجه. كده احنا هننقل الفول على عين تانية، بس الحاجه قالت ان كده النار دي ما تنفعش، هنعلي سنه كمان لان القدره ما شاء الله كده يا حاجه مثلا القدره كبيره، فالنار الواطيه قوي دي مش هتقومها والفول هيسود معاكي. تمام. بس كده استني بقى يعني اعلى من الرز بشويه.
بس خلاص هننسى بقى الفول كده لمدة 4 ساعات عشان يجي جنبه. بصوا بقى اهي الحاجه حطت الطبق جنبه عشان ياخد من الحراره ويبقى برضو ايه دافي كده معانا لما نيجي نقلبه هنا في القدره. كل ساعه الميه غاسله الحاجه ديت ومغيره الميه بتاعتها. تمام. ده فايده ان احنا بنعمله ايه بالنهار، نبقى مراقبينه وناخد بالنا من الحاجه اللي نقعينها، وكمان ايه علشان الفول ما نبقاش حاطينه في دماغنا ونايمين ونقعد نقلق كل شويه. صح. فتحنا على 4 ساعات. بعد 4 ساعات لقينا ايه؟ لقينا محتاج ميه، يعني يا دوبك الميه حبه صغيرين قوي على سطح الفول. قلبي طيب قلبي عشان تشوفي القاع من تحت عامل ايه. تمام. في حاجه لازقه ما شاء الله ما شاء الله، لا حاجه لازقه ولا حاجه عامله تحت ولا اي حاجه، كله زي الفل كده. نحتاج بقى نزوده ايه؟ كوبايتين ميه، لان احنا طبعا كانت نسبه الفول عندنا زياده وما زودناش ميه. فتحنا بعد 4 ساعات وهنزود كوبايتين ميه من بتوع الشاي. الحاجه كانت معيراها كوبايتين. ننزلي مره واحده عادي، بس اقفلي بقى على الفول تاني. نقفل بقى كده وما تعرهوش كتير. هنفتح كده بقى ايه كده، فات ربع ساعه عما زودنا الميه كده، يعتبر بقى له ايه يعني قرب على 5 ساعات. تمام. نفتح بقى كده نشوف. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. العشاء اذنت اهي، احنا عاملينه بعد الظهر بشويه، كنا حاطينه 2.5 ساعات. ده شكل الفول اهوت بعد 5 ساعات. قبل ما نحط له بقى ايه، لسه ما حطينالوش الايه، لسه ما حطيناش، بس ما شاء الله دايبه يا حاج. لسه كمان لسه ما حطينالوش بقى الايه. طب استني بقى بعد الاذان. لا كده بعد 5 بقى 5 ساعات. من 2.5 دلوقتي دخل على 7.5 اهي. عشان نحط بقى الفول والعدس اللي احنا كنا ناقعينه لازم نشوف الميه مناسبه ولا لا اللي في القدر، عشان خاطر لما نحط العدس والفول طبعا بيشربوا ميه، فبيشربوا ميه. لا كده هنحتاج شويه ميه، كوبايه ميه كمان مغليه هي بنحطها الاول ونضيف الميه المغليه كده الاول. تمام. بس وبعدين بننزل بالعدس اللي احنا كنا ناقعينه مع الفول من ساعه ايه ما بدأنا نسوي الفول. تمام. وغيرنا الميه بتاعته 3-4 مرات. يبقى كده اجمالي الميه اللي حطيناها كلهم 10 كوبايات من اللي هي ميه الشرب. بس يا خلود هي ست البيت بتبقى شاطره وشايفه الحاجه ايه، يعني بقول لك عين الواحد ميزان برضه اكيد، بس في مبتدئين بقى. أيوة هو لسه مش عارفين فايه فنعرفهم برضه. تمام كده. هنحط بقى كل اللي احنا كنا ايه نقعينه دوت، الكوبايتين، كوبايه العدس وكوبايه الفول اللي هي الكوبايه الصغيره الاستكانه بتاعه الشاي. وانتي برضو قلتي لي حاجه ان ممكن نحط رز. لو ما عندكيش ده حطي رز. ايوه. ممكن ما يكونش عندك يعني حاجه غير نوع واحد حطيه. تمام. بس كل حاجات على فكره بتضيف قيمه غذائيه للفول عاليه وبتخلي قوامه كمان ماسك نفسه كده. هو ده بقى اللي بيقول لك بنحط نشا بنحط دقيق، لا هو ده بقى اللي احنا حطيناه، ده اللي بيدي تقل وثقل كده للايه للصوص بتاع الفول. احنا كده حطينا الفول المشوش بالعدس. هنغطي بقى وقدامنا بقى كده قد ايه؟ قدامنا ساعه بقى كمان او ساعه ونص. احنا كده مزودين الميه بتاعته حلو. تمام. ساعه وساعه ونص ونكشف ونقلب بقى، عشان هو كده الفول المشوش بالعدس على وش القدر. تمام. عشان لو قلبنا دلوقتي هينزل في القاع، ممكن لا قدر الله يشيط منك لو الميه بتاعتك ايه انت مش واخده بالك منها. تمام. لكن احنا الحمد لله متاكدين ان الميه كويسه. تمام. خلاص كده. فات بقى قد ايه حاجه من بعد ما عملنا العدس والفول المدشوش؟ ساعه ونص بتهيألي اهو. تمام. ما شاء الله ميته تقلت اهي، وما شاء الله بقى قوامه جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، ولا لازق ولا اي حاجه. ما شاء الله. بس عايزين ايه نطلع بقى شويه في الطبق. الله اكبر. مرحله المعلقه الخشب خلصت بقى خلاص. احنا بقى مع مرحله الغرف بقى دلوقتي. بس بقى الفول بتاعنا لونه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده الجمال ده، والحبايه دايبه والقوام تحفه. ولسه كمان هيتقل لما بيبات في القدره بيتقل عن كده كمان. يا حاجه قولي لنا بقى نصايحنا بقى يا حاجه للي عايزه بقى تحفظ الفول ده بالقدره بتاعتها كده في الثلاجه. انت بتغرفي بقى العشاء السحور بتاعك ان انت تسحري بنتي وعيالك، وبقيه القدره بتروحي جايبه نص ليمونه وتروحي جايه عصرها على الوش كده عشان تفضل اللون بتاعها ذهبي وفاتح زي ما هو كده. وده بقى اسحب منه بقى كل يوم للسحور لحد القدره بتاعتي ما تخلص.
يعني ممكن احفظه في الفريزر. انت بقى خدتي بقى الوجبه بتاعتك اللي انت على قد السحور اللي انت تسحري بنتي وجوزك وعيالك. سيبي بقى الفول الغطا بتاعه موارب كده لحد الصبح يبرد تماما خالص، وتكوني حاطه عليه ايه النص ليمونه دي عصرها على الوش. تصبحي الصبح تقلبيه من تحت لفوق تاني، وتروحي جايه حاطه بقى العيار بتاعك في كيس في علبه اللي هي بتحفظي فيها الحاجه في الفريزر برضه اللي يريحك على قد المقدار بتاعك. وتشيلي بقى وقت ما تعوزي بقى تطلعي منه قبلها بساعه. تمام. يفك وتعملي بقى اللي انت عاوزاه في الفول بتاعك بقى. عايزاه بيض، عايزاه بحاجه تانية بالسجق. لا وايه، لا صايص بقى ولا في ميه زياده ولا اي حاجه، كل زي منه فيه ولا العسل. دقيق ولا نشا. وحتى لما تلاحظي ان مفيش العدس اللي احنا حطيناه ولا باين ولا الفول المشيش ولا الكلام ده وحتى اللون الله اكبر كهرمان. هرسلنا كده واحده يا حاجه بايدك. حاسه ان الكاميرا بتاعتك بتطلع احمر. مين؟ مش اللي هو يعني. بصي عامله ازاي. الله اكبر. بصي مهري خالص يعني مستوي صح ما شاء الله. تسلم ايدك. هو كده قعد 7 ساعات. تمام. مش كتير والله يعني، يا دوبك لو واحده قاعده عملته من بعد ما فطرت لحد بالليل كده ما تشطب مطبخها وخلاص على كده يتعمل ويبقى زي الفل. اهم حاجه عشان انت لسه مبتدئه اعمليه وانت صاحيه بالنهار، ما تعملوش بالليل. تمام يا حاجه. تسلم ايدك. تعبناكي يا حاجه معانا. لا والله مفيش تعب ولا حاجه. بألف ربنا يبارك لك يا حاجه. لو لسه بتتفرجي لحد هنا فشكرا ليكي جدا على انك وصلتي معانا للاخر، ويا رب تكوني استفدتي من كل المعلومات اللي قالتها الحاجه في الفيديو. وطبعا ما تنسيش تعملي شير كتير قوي عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد. وشكرا ليكم. سلام.